في الصورة كتبان واقفة بوحدها. في الحقيقة كانت هذه البداية ديال أكبر القضايا غموض. ليل ظلام وطريق خلا وبنت صغيرة وسط المجهول واقفة بلا حماية وبلا مأوى. اللي شاف الصورة كيقول غترجع لدارها مع طلوع النهار، ولكن القدر كان مخبي لها أسرار. غبرات الأيام وتحقيقات بلا انسجام وكاميرات كتزيد الغموض وتصريحات كتولد الشكوك والهموم. كل دليل كيجر معاه سؤال وكل جواب كيزيد القضية تعقيد وارتباك. واش كانت مجرد حادثة ولا كانت جريمة مدبرة بإحكام؟ وكيفاش جسدها بقى أيام في بلاصة قلبات فيها السلطات أكثر من مرة وما لقاوهاش؟ اليوم غادي نغوصوا في واحد من أكثر الملفات اللي هزات المكسيك وخلت الملايين كيقلبوا على الحقيقة اللي مازال حتى اليوم ما تعرفاتش. وبالنسبة اللي أول مرة يشوف هذه القناة، معكم يحيى، وكنقدم لكم محتوى فيه قضايا وجرائم مغربية وحتى أجنبية. داكشي علاش اللايك ديالكم غتكون أحسن هدية بالنسبة ليا. وما نطولش عليكم بزاف، ندخلوا في قضية اليوم. في شهر أبريل ديال عام 2022 بدات كدور في مواقع التواصل صورة هزات المكسيك وحتى بزاف ديال الدول. الصورة كانت كتبرز بنت عندها 18 عام واقفة غير بوحدها في وسط طريق مظلم حدا لوطوروط اللي كيربط ما بين مونتيري ونويفو لاريدو. ما كاين لا عمارات لا طوموبيلات لا حتى شي حد، غير هي بوحدها وكتشوف القدام، والسيدة كتبان تالفة وتايهة. ولكن اللي خلى هاد الصورة تولي ترند في مواقع التواصل ما كانش المنظر ديالها، بل القصة المرعبة اللي كانت مخبية من موراها. بعد وقت قصير من انتشار هاد الصورة تم التبليغ على اختفاء هاد الشابة اللي كان سميتها ديفاني إسكوبار. في الأول القضية كانت كتبان غير بنت تالفة وتعطلت على دارهم، ولكن غتحول من بعد لأغرب القضايا اللي دازوا على دولة المكسيك. والغريب في هذه القضية ما كانش غير الاختفاء بوحده، ولكن التناقضات الكثيرة اللي بانت في كاميرات المراقبة واللي وثقات آخر اللحظات اللي تشافت فيها ديفاني، وحتى التصريحات اللي خرجت بها السلطات. مع مرور الوقت مبقاتش غير جريمة اختفاء، ولات كتفضح مشاكل عميقة في المنظومة الأمنية المكسيكية، وكتكشف بزاف ديال الاختلالات في الطريقة اللي كيدار بها التحقيق. ديفاني سوزانا إسكوبار باسالدو تزادت نهار 4 سبتمبر عام 2003 في مدينة مونتيري في ولاية نويفو ليون. ومنين كان عمرها غير 16 شهر تبناها ماريو إسكوبار ومارتو دولوريس اللي كانوا عايشين حياة بسيطة وعادية في حي إن رامادا في مدينة أبو داكا. ماريو ودولوريس كانوا كيبغيوها بحال بنتهم، وأي واحد كان كيتعرف عليها كان كيقول عليها أنها كانت اجتماعية وضحوكية في نفس الوقت. كانت عندها شخصية ذكية وطريقتها في الهضرة كتخلي أي واحد يرتاح معها في الهضرة. في ذاك الوقت كانت ديفاني دايرة تخصص ديال القانون وعلم الإجرام في جامعة نويفو ليون، وكان الحلم ديالها تولي محامية وتدافع على الناس، وهي ما كانتش عارفة أنها واحد النهار غادي تولي هي نفسها محور من أعقد القضايا وأحزنها اللي غادي تعرفها دولة المكسيك. نهار 8 أفريل عام 2022 قررت ديفاني تخرج تسهر مع صحاباتها وتدوز معهم شوية ديال الوقت. بالنسبة لها كانت غير خرجة عادية، ولكن والديها ما كانوش مرتاحين من هذه الفكرة، وما كانش هذا الإحساس نابع من الخوف ولا من الوسواس، ولكن السبب اللي غادي يخلي والديها يخافوا عليها ما كانش غير هكاك. في ديك الفترة كانت ولاية نويفو ليون كتعاني من ارتفاع كبير في معدل الجريمة. ديفاني سمعت نصائح ديال والديها، ولكن قررت ما ديرش بهم وخرجات، حيت بالنسبة لها كان الأمر عادي وفي الغالب ما غادي يوقع والو. وقالت بينها وبين راسها علاش أنا بالضبط اللي غتوقع لي شي حاجة من دون الناس الآخرين. ويا ديك خرجات من الدار تقريبا مع ديك 11 ديال الليل، وقبل ما تمشي قال لها باها ترد بالها من راسها، ولكن ما كانش كيتخيل أنها غادي تكون آخر مرة غادي يهضر معها. في ديك الليلة ديفاني خرجت مع جوج بنات، ولكن الحقيقة أنهم ما كانوش صحابات أنتيم. الأولى كانت سميتها ساري واللي تعرفت عليها قبل حوالي 4 شهور، والثانية كانت إيفون الزميلة ديال ساري في الخدمة، وما تعرفت على ديفاني حتى لديك الليلة بالضبط. يعني العلاقة كانت بيناتهم غير سطحية وما جمعهم غير الخروج ديال داك النهار. البداية ديال السهرة كانت في منطقة مونتيري الكبرى، ومع 11:30 ديال الليل كاميرا ديال واحد المحل غتصورهم هما كيشريو المشروبات باش يمشيو للحفلة. لقطة كتبان عادية بزاف، ولكن من بعد غادي تولي دليل مهم في التحقيق. ومن بعد ما مشاو لأول حفلة واللي كانت تقريبا قريبة غير ب5 دقائق من دار ديفاني، وبقاو فيها واحد 2 ساعات، ومن بعد قرروا يمشيو لحفلة ثانية في وسط المدينة. ولكن ملي وصلوا لقاو الدار خاوية
والشخص اللي عيط ليهم ما بقاش كيجاوبهم في التليفون. وداك الشيء علاش؟ ومع 12:49 دقيقة من مور 9 الليل غادي يعيطوا لإن درايف وغادي يركبوا فيها، ومن بعد 11 دقيقة وهما كيتسناو طريق. الشيفور اللي كان سميتو خوان دافيد كوار عطاهم انطباع زوين لدرجة أنهم طلبوا منه النمرة ديالو باش يتصلوا به إلا احتاجوه من بعد. وإيفون هي اللي حفظات الرقم ديالو. غيوصلهم إن درايف لواحد الفيلا في منطقة سميتها فيان نومانسيا بحي نويفو كاستيا في مدينة إسكوبيدو. وصلوا تقريبا مع ديك الوحدة ديال الليل، ولكن حتى هذيك الحفلة كانت تقريبا قريبة تسالي. ومع ذلك تعرفوا على مجموعة ديال الشباب اللي قالوا لهم كاينه حفله اخرى قريبه في واحد البلاصه سميتها كوينتا ديامانتي. والثلاثه ما كانوش منعاكزين ووافقوا يمشيو، حيت حتى لدابا ما استمتعوش بالسهره كيف ما كانوا باغين. وملي وصلوا منظم الحفله ما كانش كيعرفهم، ولكن دخلهم عادي، حيت في بحال هاد السهرات كيكون مرحب غالبا باي شاب ولا بنت ينشطوا البلاصه. لكن الغريب هو انهم ما كملوش حتى 10 دقائق وكاميرات المراقبة بدات كتسجل تصرفات غير عادية. غتبان فيها ديفاني كتمشي في عكس الاتجاه ديال الباب، كترد وترجع، وحركاتها كانت باينة مضطربة. ومن بعد تقريبا مع 1:30 ديال الليل خرجت كتجري من الحفلة وهي باينة طالع عليها الدم بشكل واضح. أما اللي وقع من بعد سواء في الداخل ديال السهرة أو من بعد ما خرجات فهو واحد من أكثر الفصول غموض في هذه القضية، لأن كاع اللي كان معروف على هاد اللحظات جا غير من شهادات الناس اللي كانوا حاضرين، وشهادات مازال كاين اللي كيشكك في المصداقية ديالها وكيقول باللي ماشي كاملين قالوا الحقيقة. ولكن اللي باين من أغلب الروايات هو أن ديفاني دخلت في مشادات مع شي وحدين اللي كانوا في السهرة، وحتى أنها عضات واحد الشاب في دراعه ملي حاول يقرب ليها. وحسب الرواية ديال ساري في واحد اللحظة جاو شي وحدين ما كيعرفوهمش وحاولوا ياخدوا ديفاني معاهم، وقالوا باللي غادي يوصلوها حتى للدار حيت باين عليها سكرانه بزاف. وملي شافت ايفون هذا المنظر مشات كتجري عند ساري، وبجوجهم خرجوا يدافعوا عليها وقالوا لهم باللي هي جايه معانا وما غادي تمشي مع حتى شي واحد. ولكن بالرغم من هذه الهضره الامور ما سالاتش كيف ما كانوا باغين. من بعد غادي ترجع ديفاني للسهره وغتدخل الطواليت ديال الرجال وبقات فيه مده طويله. ومنين خرجات كانت مازال باقا كتصرف بطريقه غريبه، وكاين اللي قال بانها حاولت تنقز في البيسين. ومن بعد خرجت مره اخرى للزنقه وهي كتغوت: خليوني بابا محاميين وغادي نعطيكم الفلوس، غير خليوني نمشي بوحدي. الغريب ان ساري وايفون قالوا باللي ما عمرهم شافوها بهذه الحاله، وحتى الا كانت ايفون تعرفت عليها غير ديك الليله فالتصرفات ديال ديفاني كانت خارجه بزاف على المألوف. هذا التغيير المفاجئ في السلوك ديالها خلى بزاف ديال الناس وحتى بعض المتابعين للقضيه يطرحوا فرضيه انه يكون شي واحد حط لها ماده مخدره ولا شي حاجه في المشروب ديالها. ولكن هذه الفرضيه بقى غير مجرد احتمال وما تبتاتش بشكل رسمي. ومع ديك 3:30 ديال الصباح تواصلت ايفون مع مول إن درايف اللي وصلهم ديك السهره خوان دافيد وطلبت منه يجي ياخذ ديفاني. وملي وصل تقريبا مع ديك 3:54 دقيقه ديفاني دارت واحد ردة فعل مفاجئه وبقات كتغوت على البنات بجوج وكتطالبهم يخليوها بوحدها وغادي تركب في الطاكسي وسدات الباب بعنف. ساري كان عندها الرقم الهاتف ديال بوت ديفاني وحاولت تعيط ليه اكثر من مره ولكن ما جاوبها حتى واحد. ومن بعد ما حسوا انهم داروا اللي عليهم باش يساعدوها ركبوه هما في الطوموبيل اخرى مع مجموعه ديال الشباب اللي تعرفوا عليهم في السهره وخلاو ديفاني مع مول إن درايف. وحسب شهاده السائق خوان دافيد كانت ديفاني الطريق كامله في حاله نفسيه مزريه، كانت كتبكي وكتقول ان صحاباتها ما مزيانينش حيت ما خلاوهاش تبقى في الحفله، وكانت كتقول كلام متقطع وما مفهومش. ومن بين الجمل اللي قالتها بابا وماما خاصهم يعرفوا الحقيقه. مول إن درايف قال انه ما فهمش شنو كتعني بالحقيقه. ومن بعد ما حاول يتصل بصحاباتها باش ياخذ منهم العنوان الصحيح ديال دارها لكن هما ما كانوش حافظينه وديفاني رفضت تعطيه العنوان. وملي طلب منها يشارجي ليها التليفون حيت كانت قالت ليه بلي مدي شارجي غتجاوبو بطريقه عدوانيه. وزاد كمل وقال ان تصرفاتها كانت غريبه بزاف. مره طلبت منه يديها لسهره اخرى وملي وصلوا ما بغاتش تنزل من الطاكسي واضطر يكمل السوقان وهو كيقلب على شي حل باش يوصلها لشي بلاصه امنه. ومن بعد ما وصلوا الطريق المؤدي لنويفو لاريدو وبالضبط في حي نويفو كاستيا ديفاني طلبات بشكل مفاجئ من مول إن درايف يوقف الطاكسي. مول إن درايف خوان دافيد كيحسب ليه باغا غير تقيه اعزكم الله،
خصوصا انهم كانوا في بلاصه خاليه، وبمجرد ما وقف حلت ديفاني الباب وهبطات من الطاكسي. السائق بقى واقف تقريبا شي 3 دقائق هو كيتسناها، يمكن تبدل الرايه وترجع، ولكن شافها غاده وكتبعد وما كانش باين عليها انها باغا ترجع تركب. في الاخر ومن بعد ما عيا فيها باش ترجع وما بغاتش، خرج تليفونه وصورها مع ديك 24 دقيقه ديال الصباح باش يكون عنده دليل انها هبطات من الطاكسي بالاراده ديالها. وصيفط الصوره لايفون وصاري، ولكن حتى هما غيجاوبوه بجواب ما توقعوش. قالوا ليه شكرا، ولكن راه حتى حنا براسنا راه ما عارفين شنو نديرو. المحادثات بين السائق والدريات بقات مستمره حتى لحوالي ديك الساعه ديال 45 دقيقه ديال الصباح. ولكن واخا هكاك حتى واحد ما رجع يقلب على ديفاني وهي واقفه بوحدها وسط الطريق. هاد الصوره هي اللي من بعد دارت العالم كامل، حيت كانت اخر صوره معروفه لديفاني وهي مازال حيه، واللي بزاف ديال الناس تاثروا بها، حيت كتبان فيها بنت وعندها غير 18 عام واقفه وسط الظلمه وبوحدها وبلاصه معروفه بالخطوره ديالها وفي وقت متاخر من الليل. واللي زاد كفز القضيه هو ان الطريق الرابط ما بين مونتيري ونويفو لاريدو كان معروف ديك الساعة بأنه من المناطق اللي كتنشط فيها الجريمة المنظمة، وخلال السنة اللي قبلها اختفوا عشرات الأشخاص. ولذلك بمجرد ما الناس شافوا هاد الصورة بزاف منهم توقعوا أن النهاية ديالها غتكون مأساوية. الغد ليه بها ماريو إسكوبار غيتصل بها، ولكن ما جاوباتش. من بعد عيط لصحاباتها وحتى هما قالوا باللي ما عارفين عليها والو، فمشى مباشرة للنيابة العامة وقدم بلاغ رسمي بالاختفاء ديالها. وبالزربة ولات الصورة منتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي. غادي تدوز عائلة إسكوبار 13 يوم من حياتهم في الأعصاب واللي عمرهم غادي ينساوها. وفي النهار اللي من بعد اللجنة المحلية للبحث عن الأشخاص المفقودين في ولاية نويفو ليون شكلت فريق طوارئ وصدرت البلاغ الرسمي للبحث عن ديفاني. ونهار 12 أفريل شدات الشرطة واحد الراجل سميتو خيسوس واللي في عمره 46 عام، بعد ما غزات مواقع التواصل إشاعات كتقول أنه هو السائق اللي خلى ديفاني بوحدها في الطريق. لكن ملي واجهوه بالصورة أكد باللي ما كيعرفهاش، والتحقيق ما لقى حتى شي دليل كيربطو بالقضية، وبالتالي غادي يطلقوه. أما خوان دافيد كوبيار السائق الحقيقي اللي كان آخر شخص معروف وصل ديفاني فما تمتش اعتقاله بشكل رسمي. ونهار 15 أفريل غتعلن السلطات على مكافأة القدر ديالها 100,000 بيزو لأي شخص يقدم معلومات صحيحة في العثور عليها. ولكن هذا القرار جاب معاه بزاف ديال البلاغات الكاذبة واللي عطلات البحث أكثر ما عاوناته. وأخيرا نهار 18 أبريل كشفت النيابة العامة أول تسجيلات مهمة من كاميرات المراقبة. الكاميرات ديال شركة نقل سميتها الكوسا واللي كاينة قريبة من ديك البلاصة كتبين ديفاني مع ديك 24 ديال الصباح غادا وكتمشي فوق الفاصل اللي وسط الطريق وكتحاول تقطع الطرف الاخر، ولكن كلما كانت كدوز طوموبيله كانت كترجع للور. ومن بعد ما وصلت حتى لمدخل الشركه وقفات قدام كابينه الحراسه وبانت كتشوف في الداخل، ولكن ما دخلاتش تطلب المساعده وما هضراتش مع حتى شي واحد وكملات طريقها وسط الظلام وهي بوحدها. ونهار 19 ابريل دارت السلطات عمليه تفتيش في عده بلايص قريبه من المكان الاختفاء، ومن بينها شركه الكوسا وموطيل نويفا كاستيا. العاملين في الموطيل قالوا للمحققين ان الكاميرات ديال المراقبه ديالهم ما كانش كتسجل وانما كانت كتعرض الصور المباشره فقط بلا تخزين. المحققين تقبلوا هذا التصريح وكملوا التحقيق ديالهم بلا ما يلقاو حتى شي حاجه في التسجيلات. وفي نفس النهار وخلال عمليه البحث تم العثور على عدد من الشابات اللي حتى هما كانوا مختفين في المنطقه وهما احياء، وهذا الشيء عطى بصيص الامل لعائله ديفاني. اما بواه ماريو إسكوبار فما كانش جالس كيتسنى، نظم عمليات بحث خاصه بمساعده متطوعين وقلبوا في الآبار والخزانات وأي بلاصة ممكن تكون فيها، ولكن كان عندهم إحساس قوي أن السر كله كان داخل ديال الموطيل نويفا كاستيا. وداك الشيء علاش نهار 21 أفريل بمساعدة اللجنة الوطنية للبحث عن المفقودين رجعوا فتشوا الموطيل مرة أخرى، بالرغم أنهم ديجا فتشوه شي 4 ولا 5 المرات. ولكن هاد المرة كان كل شيء مختلف. في ديك العشية بلغوا العاملين في الموطيل على ريحه قويه وخايبه خارجه من واحد الخزان ديال الماء قديم وباقي ما بقاش كيتستعمل. تسدات المنطقه وجابوا فريق ديال غطاسين. ملي هبط اول غطاس وشاف تحت الماء ديال الخزان اللي كان العمق ديالو حوالي 4 متر غيشوف واحد الجثه غارقه تما. وفي ديك الليله خرجوا الجثه من الخزان. اي واحد شاف اللباس عرف انه ديال ديفاني، ولكن باه ماريو تاكد في مره ملي شاف الصليب اللي كان ديما لابسه وما كانش كتفارقه. اما الوجه
فكان متحلل بشكل كبير بسبب بقاء الجثة قرابة حوالي 2 سيمانات داخل الماء. هذه كانت الرواية اللي خرجت في ديك الوقيته. وبعد تحاليل الحمض النووي ديال الدي ان اي تأكد رسميا ان الجثة هي ديال ديفاني. لكن بدل ما الجواب يريح الناس زاد طرح اسئله اكثر. كيفاش من بعد 13 يوم ديال البحث وفي موطيل تفتش بزاف ديال المرات وحتى الخزان ديال الماء براسو حتى هو ديجا تفتش ما لقاها حتى واحد حتى لاخر لحظه؟ هادشي ما كانش منطقي بالنسبه لبزاف ديال الناس. وقدام الموطيل وقف ماريو اسكوبار وهو مصدوم وقال لهم وهو معصب: واش بصح 13 يوم وانتم كتقلبوا هنا؟ شحال من مره جيتوا لهاد البلاصه؟ النيابه العامه جاوبات من بعد بان السبب هو خطا بشري كبير، وقالت ان الجثه كانت في القاع وان حتى كلاب تقفي الاثر ما قدروش يكتشفوها حيت كانت تحت الماء. هذا كان التفسير الرسمي باللي علاش ما لقاوهاش طول هاد 13 يوم. ولكن بوها رفض هاد الروايه من اول دقه. كان مقتنع ان بنته ما كانتش في داك الخزان من البدايه وانها بقات حيه لعده ايام وان شي حد احتجزها ومن بعد رجع وحط الجثه في الداخل ديال الخزان باش ما يبانش البلان بحال باغيين يغطيو على شي واحد. ونهار 22 افريل خرجت النيابه العامه باول تقرير للتشريح، وبحسب التقرير فسبب الوفاه هو اصابه قويه في مقدمه الراس. وزادت السلطات فرضيه اخرى وهي ان ديفاني ربما طلعت فوق السور ديال الموطيل ونقزات وطاحت بالغلط داخل الخزان ديال الماء، وان الوفاه كانت مجرد حادث مؤسف. بمعنى اخر قالوا العائله البنت اللي عندها 18 عام لقاوها ميته في قاع خزان الماء اللي تفتش بزاف المرات وان هادشي كامل عقيله غير سوء الحظ. هذا التفسير خلى عائله الضحيه وعدد كبير من الناس يرفضوه، حيت بالنسبه لهم الا كانت فعلا طاحت بالغلط خاص يكونوا اثار واضحه كتبين هذا الشيء، وكان من المفروض يلقاوها من الايام الاولى. اما الا احتاجوا 13 يوم باش يلقاوها فالمنطقي بالنسبه للبعض هو ان شي شخص حاول يخفي الاثار ديالها تماك باي طريقه. وزادت الشكوك كثر حيت البلاصه اللي كانوا فيها الخزانات كان صعيب توصل لهم. البلاصه كانت مدوره بسور كيوصل الارتفاع ديالو لحوالي 2 متر ونص وفوقو سلك مشوك، وما كانش شي مدخل مباشر من الشارع ولا طريقه كتخلي شي حد يوصل بسهوله للخزانات. وهو ما خلى الروايه الرسميه تبقى المحل جدل كبير. الا كانت ديفاني فعلا طلعت فوق السور ونقزات للجهه الاخرى فكان خاصها تشد في شي حاجه، وهذا الشيء كان من المفروض يخلي فيها خدوش ولا جروح بسبب داك السلك المشوك اللي كان فوق السور. ولكن اثناء التشريح ما لقاو حتى اثر لهاد الخدوش. وزاد تقرير التشريح كشف معطى آخر وزاد القضية غموض. تحليل بين بأنه ما كان حتى أثر الماء في الداخل ديال الرئتين ديال ديفاني، وهذه النقطة كانت مهمة بزاف حيت الشخص اللي كيطيح حي في خزان ديال الماء غارق ب4 متر غالبا كيشرب الماء وهو كيحاول يعتق راسو. داكشي علاش غياب الماء من الرئتين خلى بعض المختصين يعتبروا أن ديفاني ربما وصلت الخزان وهي ميتة أصلا، أو على الأقل أنها ما ماتتش بالغرق. النيابة العامة حاولت تفسر هذا التناقض بفرضية أخرى، قالت أن ديفاني ربما طاحت وهي مازال حية، ولكن بما أن مستوى الماء في الداخل ديال الخزان كان تقريبا 90 سنتيمتر صافي فمن الممكن أنها بقات واقفة في الداخل ديالو وأنها توفات وهي بهذه الوضعية. ولكن حتى هذا التفسير ما قنعش عدد كبير من المتابعين القضية حيت ما كانش منسجم مع باقي الأدلة. من جهة أخرى وقع تطور آخر غيزيد الشكوك كتر. من بعد يومين فقط من العثور على الجثة غتظهر فجأة في التسجيلات ديال الكاميرات المراقبة ديال الموطيل تسجيلات الجداد. ونهار 23 افريل عرضت النيابه العامه فيديوهات كيبانوا فيها ديفاني وهي كتجري لجهه الموطيل مع ديك 4:33 ديال الصباح وكاميرات اخرى عند الكيوسك ديال الخلاص. ولكن كان الفرق حوالي ديال 2 دقائق ما بين التوقيت ديال الكاميرات، وبحسب التوقيت الحقيقي كانت دازت من تما مع ديك 4:35 دقيقه ديال الصباح. وهذا الاختلاف في الوقت خلى بعض الناس يشكوا ويعتبروا أن التسجيلات ربما تعرضت للتعديل بالرغم أن هذه الفرضية هي متأكداتش رسميا. الفيديوهات كانت كتبرز ديفاني وهي بوحدها وما كان حتى شي واحد تابعها، وآخر تسجيل معروف كان مع ديك 4:56 ديال الصباح كيبان فيها أنها كتمشي في الجهة اللي كاينين فيها الخزانات ديال الماء. ومن بعد هذه اللقطة ما بقى ليها حتى شي آثار. واللي زاد الاستغراب هو أن نفس الجهة اللي عرضت هذه الفيديوهات كانت قبل أيام قالت بأن كاميرات الموطيل أصلا ما كانتش كتسجل. وهنا
بداو الناس يطرحوا أسئلة كثيرة. إذا كانت التسجيلات موجودة من البداية، علاش ما تعطاتش المحققين مباشرة؟ وعلاش خرجت حتى من بعد العثور على الجثة؟ وبسبب الانتقادات الكبيرة للطريقة اللي كتسير بها التحقيق، غيتم نقل الملف إلى النيابة المخصصة بجرائم قتل النساء نهار 26 أفريل تحت إشراف غريسيلدا نونيت. وفي نفس النهار خرجت تسجيلات إضافية كتبين ديفاني في المنطقة، وتسجيلات أخرى ما كانتش معروفة في البداية. وبعد التطورات غيتم الإعفاء ديال جوج من وكلاء النيابة اللي شاركوا في التحقيقات الأولى من المناصب ديالهم. وفي نفس اليوم بود ديفاني ماريو إسكوبار نشر صور تسربات لإحدى القنوات في التلفازة، كيبان فيها سائق الطاكسي خوان دافيد كوبيار كان مادد يدو جهة صدر ديفاني وهي في الطوموبيل. الأب اعتبر هاد اللقطات ممكن تكون تحرش جنسي، وقال أن هاد الشيء ربما هو السبب اللي خلى بنته تصر تنزل من الطاكسي. ولكن في اليوم اللي موراه خرج السائق أمام وسائل الإعلام ونفى بشكل قاطع هاد الاتهامات، وقال أن اللقطة اللي بان فيها مادد يدو ما كانتش تحرش، وإنما كان كيعطيها شارجور باش تشارجي تليفونها. وزاد عرض محادثات واتساب اللي كانت بينه وبين صحابات ديفاني، بالإضافة لتسجيلات صوتية من الداخل ديال الطوموبيل، ومن بينها الجملة اللي قالتها ديفاني: بابا وماما خاصهم يعرفوا الحقيقة. وبالرغم كل هاد المعطيات بقى معنى هاد العبارة مجهول، وما عرف حتى واحد شنو كانت كتقصد به بالضبط. ومن بعد العثور على جثة ديفاني كشفت النيابة العامة تفاصيل جديدة زادت القضية غموض. الأغراض الشخصية ديالها ما كانتش مجموعة في بلاصة واحدة، بل كانت متفرقة في بزاف ديال البلايص داخل المنطقة اللي فيها خزانات ديال الماء، وفي النفق اللي كيربط بين جوج خزانات وعلى ارتفاع حوالي 2 متر لقاو الشكارة الكحلة ديالها، ومعها بواطة بلاستيكية حمراء وحمالة الصدر بيضة وجوج قطع ديال التوب بلون بيج وكمامة. أما في الخزان الثاني فلقاو بريكة وسوارت والتليفون ديالها ومحفظة. يعني الأغراض ديالها كانت موزعة على 3 البلايص مختلفين، والجثة لقاوها بلا سبرديلة بالرغم أنهم كانوا في الداخل ديال نفس الخزان. هاد الطريقة اللي كانوا فيها الأغراض مفرقين ما كانتش متساجمة مع الفرضية اللي كتقول أنها طاحت غير بوحدة، وأن الوفاة كانت مجرد غير حادث. نهار 24 أبريل قرروا والدين ديفاني يطلبوا تشريح طبي ثاني مستقل، لأنهم ما اقتنعوش نهائيا بالرواية الرسمية ديال الحادث. ونهار 24 أبريل قرروا والدين ديفاني يطلبوا تشريح طبي ثاني مستقل، لأنهم ما اقتنعوش نهائيا بالرواية الرسمية ديال الحادث. وفي نفس الفترة غتعلن نيابة نويفو ليون أن التحقيق غادي يتحول إلى تحقيق في جريمة قتل محتملة ضد امرأة أخرى. نتائج التشريح الثاني تسربات الإعلام نهار 12 ماي قبل حتى ما توصل بشكل رسمي لعائلة ديفاني. هاد التسريب عصب بها ماريو إسكوبار اللي اتهم النيابة العامة بأنها سربت وثائق من تحقيق اللي مازال مفتوح. أما مضمون التشريح الثاني فكان مختلف بشكل كبير عن الأول، وحسب هاد التقرير ديفاني تعرضت لضربات قوية على مستوى الرأس باستعمال جسم صلب. الجثة كان فيها إصابات أكثر من اللي ذكرات في التشريح الأول. وزاد أشار التقرير إلى وجود مؤشرات ديال اعتداء جنسي. وبناء على هذه النتائج غيلخص التقرير إلى أن الوفاة كان فيها عنف، وأن شي حد هو اللي قتل ديفاني وهز الجثة ديالها في الداخل ديال الخزان ديال الماء. لكن القضية ما وقفاتش هنا. نهار 16 يونيو قررت السلطات إخراج الجثة مرة أخرى لإجراء التشريح الثالث، هذه المرة على يد فريق من الخبراء الفيدراليين، وتم الإعلان عن النتائج نهار 18 يوليوز. ولكن المفاجأة هي أن التشريح الثالث غيناقض التشريح الثاني في عدة نقاط أساسية. التقرير الثالث كان أن سبب الوفاة هو الاختناق نتيجة سد فتحات التنفس الفم والأنف، بمعنى أن شي حد على حسب التقرير قام بالخنق ديالها حتى ماتت. كما قدر الخبراء أن الفترة بين الوفاة والعثور على الجثة كانت ما بين 3 إلى 5 أيام. وإلا كان هذا التقدير صحيح فهذا كيعني أن ديفاني ربما بقات على قيد الحياة لعدة أيام من بعد الاختفاء ديالها، وهو استنتاج كان مختلف عن التصورات الأولى. ومن جهة أخرى ذكر التقرير الثالث أنه ما لقاش أدلة كافية للجسم بوقوع اعتداء جنسي. وهكا الملف غادي يكون فيه التشريح الأول: وفاة بسبب سقوط عرضي وإصابة بالرأس. التشريح الثاني: وفاة عنيفة نتيجة اعتداء، مع الإشارة إلى مؤشرات كتوافق مع اعتداء جنسي. التشريح الثالث: وفاة بسبب الاختناق، مع عدم وجود أدلة كافية لإثبات الاعتداء الجنسي. 3 تقارير و3 الروايات مختلفين. أما بالنسبة لعائلة إسكوبار
فهاد التناقضات ما كانتش مجرد أخطاء تقنية. أما بالنسبة لعائلة إسكوبار فهاد التناقضات ما كانتش مجرد أخطاء تقنية، بل كانت بالنسبة لهم دليل على أن التحقيق فيه اختلالات كتار وأن الحقيقة الكاملة مازال ما خرجتش. وفي نفس الوقت انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي كمية كبيرة من الإشاعات والأخبار الزائفة والكاذبة، وهو ما زاد عقد القضية وخلى التمييز بين المعلومات المؤكدة والمزيفة صعيب بزاف. مع مرور الأيام ولات القضية ديال ديفاني حديث الناس كاملين، ولكن مع الشهرة جاء حتى جانب آخر خطير. مئات الفيديوهات بدات كتنتشر في مواقع التواصل وكل واحد كيدعي أنه عارف الحقيقة. خرجوا ناس كيهضروا على شهود مجهولين وتسريبات مزعومة ومحادثات قالوا أنها سرية، ولكن في الغالب بزاف من هذه المعلومات ما كان عندها حتى دليل يثبتها. وهذا الكم الهائل من الإشاعات ما غاديش يعاون التحقيق، بل بالعكس زاد عطلو، حيت كل معلومة كاذبة كانت كتستهلك وقت وجهد المحققين اللي كان خاصهم يركزوا على الأدلة الحقيقية. من جهة أخرى بعض أصدقاء ديفاني قالوا أن واحد الراجل كان عمره تقريبا 34 عام كان كيتحرش بها في الداخل ديال المدرسة في الأشهر اللي سبقات الاختفاء ديالها، وزادوا أنه بعد أيام قليلة من الاختفاء ديالها هاد الشخص غادي غادر الجامعة. السلطات حققت في هذا الخيط لكن ما لقات حتى دليل كافي كيربطوا بالجريمة، وبالتالي ما تمش توجيه أي اتهام رسمي ليه. وفي يناير عام 2023 غيعرف الملف أول تطور قضائي مهم. نيابة نويفو ليون وجهت اتهامات لجوج موظفات من موتيل نويفو كاستيا وهما آنا لويزا وإليدا جوديت. هاد الجوج كانوا صرحوا تحت القسم بأن كاميرات المراقبة ديال الموتيل ما كانتش كتسجل وإنما كانت خدامة غير المراقبة المباشرة، لكن من بعد تبت أن التسجيلات كانت موجودة بالفعل وأنها كانت متوفرة من أول عملية تفتيش للموتيل نهار 19 أفريل. وبناء على هذه المعطيات غتتم المتابعة ديالهم التهم كتتعلق بتقديم تصريحات كاذبة وإخفاء معلومات عن التحقيق. وهذه النقطة خلات بزاف ديال الناس يطرحوا سؤال: علاش جوج موظفات عاديات غيخاطروا ويكذبوا على الشرطة؟ وبقات هذه النقطة من أكثر الجوانب الغامضة في القضية. وفي أكتوبر عام 2022 وتحت ضغط الانتقادات اللي عرفها الملف قدم المدعي العام ديال ولاية نويفو ليون غوستافو أدولفو استقالته من المنصب ديالو، وبقات الولاية لأكثر من عام بلا مدعي عام رسمي حتى لفبراير ديال عام 2024 ملي تم تعيين مسؤول جديد. مع مرور عامين كاملين على اختفاء ديفاني خرج بها ماريو إسكوبار بتصريحات قوية وقال أن التحقيق مليء بالأخطاء وأن الحقيقة ما زالت بعيدة، حيث الملف ما وصل لحتى شي نتيجة حاسمة. وحتى المتابعة القضائية ضد جوج الموظفات ديال الموتيل اللي كانت تقريبا هي الإجراء القضائي الوحيد المرتبط بالقضية توقفات في مرحلة وسطى بسبب توقفات عرفها القضاء المكسيكي على خلفية الإصلاحات القضائية. وفي يوليوز عام 2025 وقع تطور جديد، وبقرار من المحكمة تم رفع الحجز عن موتيل نويفا كاستيا. وأكد المدعي العام خافير فلوريس أن الدولة ما بقاتش عندها صلاحية تبقي الموتيل تحت الحراسة القضائية، وهكذا رجع الموتيل خدام بشكل عادي برغم أنه كان من واحد من أهم الأماكن المرتبطة بهذه القضية اللي ما زالت حتى لهذا النهار كتطرح أسئلة أكثر ما كتقدم أجوبة. وما زال مصير المسؤول أو المسؤولين الحقيقيين عن وفاة ديفاني إسكوبار غير محسوم بشكل كامل. وبكل بساطة دازت سنوات ولكن والدين ديفاني ما عمرهم ما وقفوا البحث على الحقيقة. حتى لهذا النهار مازال كينشروا أي مستجدات مرتبطة بالقضية عبر قناتهم في اليوتيوب، حتى أنهم طلبوا لقاء مباشر مع الرئيسة المكسيكية كلوديا شيمبوم باش يعرضوا عليها الملف ويطالبوا الحكومة الفيدرالية بإعادة النظر في التحقيق، ولكن بحسب تصريحاتهم مازال ما وصلوش الجواب اللي كيقلبوا عليه. وبسبب هذا الشيء القضية خلفت غضب كبير وسط الرأي العام، والغضب توجه لعدة أطراف. كاينين اللي انتقدوا دوك جوج بنات اللي كانوا مع ديفاني في ديك الليلة وقالوا أنهم ما كانوش خاصهم يخليوها بوحدة وسط الليل. وحتى في المقابلات اللي داروا من بعد عدد من المتابعين حسوا أنهم ما بينوش الندم أو التأثر بالشكل اللي كانوا كيتوقعوه. ولكن خاص الإشارة أن هذه الانتقادات هي آراء متداولة بين الناس وما كتعنيش أن هاد السيدات مسؤولات جنائيا أو متورطات في الجريمة، حيث ما كاين حتى شي حكم قضائي كيحملهم المسؤولية. من جهة أخرى كاين اللي لام والدين ديفاني وقال أنهم ما كانش خاصهم يسمحوا لبنتهم تخرج في الليل مع ناس ما كيعرفوهمش مزيان، وكاين اللي حتى حمل المسؤولية للمول إن درايف
حيت خلاها تنزل وسط الخلا. ولكن من ناحية أخرى كاين رأي كيقول أن مولين درايف كان في موقف صعيب، وحسب شهادته ديفاني هي اللي أصرات تنزل، وخا حاول يمنعها أو يحتزها ضد إرادتها. ربما هو بنفسه كان غادي يواجه اتهامات قانونية. داكشي علاش هذا الجانب من القضية بقى حتى هو محل نقاش. واليوم من بعد مرور 4 سنين على القضية مازال ما كاين حتى شي جواب نهائي على السؤال اللي كيطرحو كلشي: شنو وقع لديفاني إسكوبار؟ القضية كانت من أكثر القضايا اللي خدات اهتمام الإعلام داخل المكسيك وخارجها، ومع ذلك مازال التحقيق ما وصل لحتى شي رواية نهائية متفق عليها. وهذا الشيء علاش بقات القضية بالنسبة لكثير من الناس رمز للصعوبات اللي ممكن تواجهها التحقيقات المعقدة والأسئلة اللي مازالت بلا جواب حتى لهذا النهار. وإلى هنا كتنتهي قضية ديال اليوم. نتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا بها، وإلى اللقاء في قضية أخرى. تشاو.